هدف ليو ميسي في ريال بيتيس موسم 2018-2019. بص بقى، انا مش هكلمك عن حلاوه الاسكان اللي ميسي خده قبل ما يستلم الكوره من راكيتيتش، واللي منه ارى ان حارس المرمى بتاع ريال بيتيس واقف على القائم القريب، وعشان كده قرر في جزء من الثانيه انه يلعب له الكوره على القائم البعيد. انا مش هكلمك عن العبقريه دي، لان كلنا عارفين ان ميسي هو اينشتاين كره القدم، وفي رايي الشخصي هو اعظم لاعب لمس الكوره في التاريخ. لكن انا بقى هكلمك عن طريقه تنفيذ ميسي للكوره دي. ميسي هتلاقيه شاط الكوره من تحت بحيث ان هو يعلي الزاويه بتاعتها وهي رايحه، علشان خاطر لما تيجي تعدي على حارس المرمى يكون ارتفاعها عالي جدا، فتعدي من حارس المرمى وتنزل في الجون. واللي خلى الجون حلو اكتر ان لوبيز حارس ريال بيتيس رمى نفسه على الكوره وجاب اخره عشان يجيبها. انت متخيل ان الراجل ده عمل كل ده في اجزاء من الثانيه؟ وده اللي خلى سواريز يعمل كده، وجوردي ألبا يحط ايده على راسه، وفالفيردي يصحى من النوم من على الدكه، وجمهور ريال بيتيس يهتف باسم ميسي في ملعب البينيتو في لا مارينا.